فواحد حومة قديمة في كازا، الزناقي ديالها ضيقة والحيوط فيها رشاش قديم ديال صباغة باهتة، والعيالات جالسات قدام ديورهم كيهضروا. آدم دري في العشرينات، كان معروف في الزنقة بالهدوء ديالو، عايش مع مو وكتخدم في واحد المحل ديال الخياطة. حياته بحال روتين، من خدمة القهوة مع صحابو وكيرجع للدار. ولكن في نهار عادي بزاف كلشي تبدل. في طريقو للخدمة شاف واحد البنت جديدة داخلة للحومة، لابسة جلابة بيضاء وهازة كتاب في ايدها، وجهها ماشي غريب، فيه واحد البراءة اللي كتشدك بلا ما تحس. سميتها سلمى. آدم وقف دقيقة وشي حاجة في داخل ديالو قالت ليه هاد البنت غادي تبدل ليك حياتك. الأيام دازت وتعرفوا، جلسات طويلة قدام البحر وبداو الهضرة على الأحلام، على السفر وعلى حياة بعيد على هاد الحومة. آدم بدا كيحلم بشي حاجة عمرها ما كانت في بالو، يعني يبني معاها مستقبل. ولكن الواقع ما كيرحمش. عائلة سلمى كانوا باغين يزوجوها بولد عمها اللي عايش في بريطانيا. الضغط كان كبير عليها بزاف، وبقات معلقة بين القلب ديالها والعقل ديال والديها. واحد الليلة جلسات مع آدم وقالت ليه أنا كنموت عليك، ولكن يمكن ما نقدرش نكمل معاك. العائلة ديالي قررت تزوجني. داك الليلة كانت بحال شي كابوس. آدم رجع للدار، سد على راسو ودفتر قديم بدا كيكتب فيه الآلام ديالو. دازت شهور، سلمى سافرات، آدم حاول ينسى، ولكن كل زنقة، كل قهوة وكل موجة ديال البحر كتفكروا فيها. الزمان دار. بعد 5 سنين آدم توصى على فرصة عمل في فرنسا. شد طريق لباريس، مدينة كبيرة ضوها ما كيطفاش. وفي واحد النهار وسط محطة كاردونوغ، الزحام داير والخطوات كتقطع بحال الموسيقى، شاف نفس الجلابة بيضة ولكن فوقها معطف أنيق، نفس الوجه اللي ما قدرش ينسى. سلمى وقفات قدامه، عينيها عامرين بالدموع، وقالت ليه حتى وأنا بعيدة عليك قلبي بقى هنا معاك. باريس ما كانتش صدفة، كانت محطة جديدة في طريق طويل، طريق اللي ما كانش محسوب، ولكن القدر رسمو بحال شي فيلم ما كيتعاودش. المهم هادي القصة، الصراحة القصة باقا طويلة، إلا بغيتو بارتو ديال هاد القصة خليوها في كومونتيرات. هادشي اللي كاين أليزامي، و تهلاو.